ازيكم؟ دلوقتي ادم نزل يجيب لي شويه حاجات، لقى واحد يعرفه بيفرق اطعام او بيفرق وجبات خير، وقال لي ادم تعالى ساعدني وفرق معايا. ادم اتبسط جدا، طلع قال لي يا ماما انا عايز اعمل زيه، هو عامل وجبات او عامل اطعام بمناسبه المولد النبوي الشريف. قلت له ادم تحب تعمل اطعام ايه؟ ادم بيحب الناجتس جدا وبيحب المكرونه، فانفقوا مما تحبون. فادم قال لي يا ماما انا عايز افرق من الحاجات اللي انا بحبها. انا ما كانش عندي اي نعم كميه كبيره قوي، بس حبيت ان انا اعوده او ان انا انمي فيه الموضوع دوت، طالما هو من نفسه وهو كان كمان محوش مبلغ. قال لي يا ماما انا اللي هعمله بفلوسي، فانا ما حبيتش ان انا ارفض، قمت فورا عملت شويه وجبات. قلت له يا ادم وانزل فرقها بنفسك. فانا حبيت كمان اشارك دوت معاكم علشان تعودوا ولادكم، او ممكن حد كمان يشوف الفيديو دوت زي ما ادم شاف الشخص اللي هو كان بيوزع وجبات ويا عم عايز يعمل زيه. فانا ممكن برضو حد يشوف ادم هو عمل ايه وممكن يحب ان هو يعمل زيه. صح يا ادم؟ صح. انت دلوقتي مبسوط عشان انت بتعمل الوجبات دي؟ والله انا اول مره افرح كده. انت اول مره اصلا تطلع فلوس لحاجه دي، انت ما بتطلعش مليم لاي حد. يلا. مش معنى اتأثرتي، او في احيانا الواحد بيعمل موقف بيأثر جدا في الناس اللي حواليه، تفتكر ان مفيش حد هيتأثر، او عادي قال له تعالى يا ادم ساعدني فادم هيساعده وخلاص، مش في دماغه اساسا ان ممكن ادم يعمل زيه او يا ادم يقلده. فممكن الواحد يعمل حاجه بسيطه وفعلا يسيب اثر. بصوا الناجتس سبحان الله طلع شكلها خطير.